العام 2004 للميلاد لم يكن عاما طبيعيا بالنسبة للشيخ زايد وأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة من أبناء الإمارات، فقد اشتد المرض عليه وخاض معه صراعا قاسيا انتهى في 18 من رمضان 2 نوفمبر الساعة 6 مساء عندما شعرت الشيخة فاطمة بأن ثمة حركة غير معتادة في الجناح الطبي الخاص بزوجها الشيخ زايد في قصر البحر، فتوجهت للجناح لاستطلاع الأمر لتجد ولدها البكر الشيخ محمد ولي عهد أبو ظبي وولديها الشيخ منصور والشيخ عبد الله. عجز الجميع عن الكلام، فأدركت لحظتها أن رفيق العمر الذي كان بالنسبة لها زوجا وأبا وأخا وصديقا قد رحل بلا عودة. بدمعها رقراقة ما للقلوب. هناك شقين للموضوع. الشق الأول خاص بي وأريد أحتفظ به واعذرني عن الجواب، وهو الطرف الخاص جدا. والشق الثاني بالنسبة لي أثناء وداع المرحوم رحمة الله عليه. هذيك اللحظة بالنسبة لي أنا كنت واحد من 1,000,000 أو أكثر من أبناء الشيخ زايد، فكان بالنسبة لي هو الوداع نحن كنا أولاد ذاك اليوم. هذا شيء مو بيدي يعني. هذا بيد الخالق عز وجل، وهذا على اللي بيجي بعدي، عليه هو يدبر حاله. يشوف الطرق اللي بيتبعها. أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. أتعبت عيني بالبكاء وأمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. إن الوداع بطبعه مر المذاق كالاكتواء. إن الوداع بطبعه صبر تكدر بالدواء.